اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيي وبك نميت وإليك النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم روتين جديد وفيديو جديد. الروتين بتاع النهارده تشجيعي جدا، هيعجبكم جدا وهتاخدوا منه طاقه ايجابيه وهتتشجعي كده وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. اطلب منكم يا بنات تتفاعلوا مع الفيديو طبعا لو عجبكم بلايك وبتعليق حلو كده منكم، وكمان تشتركوا عندي لو اول مره بتشوفوني عشان كل ما اعمل فيديو جديد ينزل لكم اشعار بيه. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده حضرت فطار خفيف لطيف، ما خدش وقت خالص. عملت كوبايه شاي وعملت قطعتين كده من الدونتس، وطبعا هنا شكل الولاد كانوا فرحانين جدا ان انا مطلعه الطقم الصيني بقى وبناكل فيه. عايزه اقول لكم ان انا بحب يعني مثلا يومين في الاسبوع، مش هقول لكم كل يوم، يومين تلاتة على حسب ما بقوم بقى رايقه، مش ورايا مثلا مواعين كتيره في المطبخ، المطبخ رايق وبايت بقى متشطب من بالليل، بحب اطلع حاجه كده من النيش طبعا احضر فيها الفطور. هنا بقى زي ما انتم شايفين اول حاجة عملتها، نركز بس كده في الروتين مع بعض. انا حطيت غسيل كده في الغسالة. طبعا انا بشتغل هما الساعة ونص او الساعتين بتوع التايمر بتوع الغسالة، على ما بحط غسيل في الغسالة. طبعا بنكون فطرنا وخلصنا فطار، مسكت كل بقى الكوتشيات بتاعت الولاد وبتاعتي، كان في كوتشيات كتيرة جدا عايزة تتغسل. طبعا خدتهم غسلتهم وزي ما انتم شايفين رصيتهم بقى كده في البلكونة في الشمس عشان يتشمسوا وينشفوا. طبعا هو الجو حر هينشفوا جوه، بس عشان الحاجة تتشمس كده ايه وتتحمص. ودخلت بقى كده بقى على الريسبشن بره. الريسبشن عايز يتنضف تنظيفه ايه عميقه. انا اتصلت بالمغسله عشان اغسل السجاد، بس للاسف هي ما جاتش، فقلت انا مش هفضل ايه قاعده مستنياه، وانا هقوم امسح عادي وافرش السجاد تاني، ولما ييجوا ياخدوا السجاد ابقى المه تاني. ما بحبش اسيب الشقه على البلاط لانها بتتوسخ بسرعه وبيبان عليها البهدله. عارفين انتوا السيراميك اللي هو عايز يتلمع كل ساعتين تقريبا؟ فطبعا فرشت السجاد تاني، يعني مسحت بس وهفرشه تاني. المهم بقى نكمل كلامنا بتاع الفيديو اللي فات. طبعا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات في صندوق الوصف، شوفوه برضو، الروتين هيعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان احنا بجد في زمن صعب جدا. التكنولوجيا ديت اسوأ حاجه، يعني هي زي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات. فطبعا انا حاسه ان سلبياتها اكتر من ايجاباتها. راحت فين ايامنا الحلوة؟ احنا طبعا التلفزيون ما كانش شاغل كل وقتنا كده زمان. طبعا احنا جيل ما مسكناش موبايل غير مثلا في الابتدائي، في اواخر الابتدائي كده على 6 او اولى اعدادي. وكانت الموبايلات اللي هي بزراير، اللي هو مسكين الموبايل بس بنستخدمه كوسيلة اتصال، اللي هو ما عليهوش بقى جيمز، ما عليهوش مثلا انترنت. بقى الانترنت ده جه قدام شوية. فاللي انا عايزه اقوله ان ولادنا بيعانوا طبعا من المواضيع دي. طبعا هما مش حاسين بكده، بس احنا اللي لازم نحس زي ما تربينا نحاول ان احنا نربيهم. طبعا قصة ان انتي تسيبي الموبايل لابنك على طول او لبنتك على طول، بحيث ان انتي حلوا عن سماكي بقى وقاعدين بيسمعوا بقى تيك توك او بيسمعوا كرتون او بيسمعوا اي حاجة على الموبايل او بيلعبوا جيمز حتى. عايزه اقولك ان انتي كده طبعا بتبوظي شخصية الولاد. طبعا هو لو بيلعب جيمز فيها عنف الولد هيبقى عنيف، كتر مسكة الموبايل هتجيب له اكتئاب، اصلا مش هيعرف يتعامل مع بشر. الاطفال لازم تنزل الشارع وتجري وعندها طاقة، لازم تخرج طاقتها اصلا. فما ينفعش ان انتي تفضلي قاعده ممسكاه موبايل بحجه ان انتي قاعده بتنضفي او بتعملي حاجه في البيت. لا، انتي المفروض مثلا زي اللي انا قلته هنا في الروتين. انا بقوم من النوم هم ساعتين على ما اغسل الغسيل بكون خلصت الشقه وخلصت اي حاجه هتتعمل ورايا، ببتدي انشر الغسيل وبقيت اليوم خلاص. المفروض ان الغدا بقى متجهز له او مجهزه انا هعمل ايه. المهم ان خلاص انا عرفت انا هعمل ايه. فانتي كمان حاولي تنظمي وقتك، ولادك ليهم حق عليكي. البيت مش هيفضل نضيف على طول، مهما نضفتي البيت مش هيفضل نضيف على طول. مهما اشتغلتي في البيت او عملتي اي حاجة
هترجع تتبهدل تاني. لكن الطفولة بتاعت ولادك دي هتأثر اصلا عليهم في المستقبل، يعني احنا دلوقتي عايشين في الماضي بتاع ولادنا، احنا بنعمل لهم الذكريات بتاعتهم، فذكرياتهم تبقى ايه؟ كرتون على الموبايل قاعدين بيسمعوه 24 ساعة؟ لا، العبي معاهم، اخرجي معاهم. مش هقولك اخرجي كل يوم، مش هقولك كلفي نفسك وروحي المكان الفلاني، لا مش بالتكاليف خالص. انتي لو جبتي كرسي وقعدتي بولادك في الشارع، ايوه زي ما بقولك كده، في الشارع وبكورة بقى او بعجلة او باي حاجة يلعبوا بيها او يندمجوا مع الاطفال ويلعبوا، احسن من 100 كيدز اريا. ان انتي تاخديهم وتروحي مثلا حديقة فيها خضرة كده وجنينة والولاد يجروا ويلعبوا، احسن طبعا من اللعب. ما فيش مانع ان انتي توديهم كيدز اريا مرة كل الاسبوع، او على حسب بقى مقدرتك طبعا. الكلام هنا انا ما بخصش بيه فئة معينة، كل واحد على حسب مقدرته، اللي يقدر يروح اي مكان طبعا يبقى احسن، اللي ما يقدرش شوفي مكان تعرفي تقعدي فيه، شارع بقى، نادي، حديقة، ان شاء الله يا رب. بصي، تروحي حتة مخصوص، لو انت الشارع بتاعك مش هتعرفي تقعدي فيه، في بعض الشوارع طبعا بتبقى مليانة محلات او شوارع تجارية فما فيهاش لعب اصلا في الشارع، روحي عند واحدة جارتك، واحدة صاحبتك، هي تقعد بعيالها وانتي كمان اقعدي بعيالك، نقي مكان تعرفي تقعدي فيه بالولاد، العبي معاهم. دي اول حاجة، لازم على الاقل يومين في الاسبوع او يوم، يعني دي اقل حاجة خالص، ده لو مش كل يوم طبعا. طيب لو انتي مش هينفع تنزلي بيهم كل يوم والموضوع هيبقى تقيل على قلبك او هتستصعبيه، مع ان ده الطبيعي اللي المفروض يحصل، اللي احنا اتربينا عليه زمان، طيب هتعملي ايه؟ هتبتدي تجيبي بقى أنشطة كده، ابحثي كده ودوري على أنشطة، ألعاب تلعبيها معاهم في البيت، ابعدي خالص عن الموبايلات. طبعا انا مش هقول لكم نبعد نهائيا ومرة واحدة، بس تدريجيا، نخلي الموبايل ساعة واحدة في اليوم، بعد كده تبقى نص ساعة. انا عايزة اقول لكم اني انا ولادي ما بيمسكوش الموبايل غير طشاش كده، اقسم بالله زي ما بقول لكم كده. فانا اصلا ما بفضلش ان الولاد يمسكوا الموبايل في السن الصغير دوت فتره طويله، اللي هو العادي نص ساعه في اليوم، ساعه بالكتير قوي. طبعا الكلام في الموضوع دوت يطول شرحه، هنتناقش فيه مع بعض في الفيديوهات الجايه. طبعا انتوا قولوا لي رايكم في الكومنتات، وزي ما انتم شايفين كده فرشت وغيرت كمان الكوشن بتاعه الانتريه وظبطت الدنيا كده، وكمان غيرت الرنل اللي كان على الترابيزه وحطيت الكوستر ودوت الشكل النهائي. نسيت اقول لكم ان الروتين دوت كان بيتصور والنور قاطع طبعا اول جزء فيه، فتحسوا ان الاضاءة ما كانتش تمام. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، انتظروني ان شاء الله في فيديو تاني جديد.